أقوى الضيوف، المصداقية، الكواليس، الانفراد والحصرية، فقط في الخبر. وما تنسوش اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في أي حتة. أهلا بحضراتكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامجكم المميز دائما الخبر، وحلقة جديدة. حلقة جديدة أقوى الضيوف معانا النهاردة الكابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد كرة القدم. كابتن حسن فريد اللي هنتكلم معاه طبعا عن قضايا الساعة في كرة القدم، وهنتكلم معاه عن الانتخابات المقبلة، وهيكون في بعض الكواليس والأسرار مش هتسمعوها فقط غير هنا. أما فقرة الحوار الثانية فقرة مميزة أيضا مع الناقد الرياضي المتميز محمد يحيى، فقرة الكرة العالمية أو الكرة الحلوة. بقول له الحمد لله على السلامة من شهر العسل يا عريس. سريعا نطلع فاصل عشان نستعرض أهم عناوين حلقتنا الحصرية. أول أخبارنا النهاردة أبو تريكة يرفض خوض انتخابات اتحاد الكورة. ومفاجأة، الزمالك لم يتعاقد مع عمرو طارق حتى الآن. وخبرنا الثالث، كوبر يعيد أحمد فتحي للمنتخب. والخبر يعلن بالأسماء مجلس إدارة الجبلاية المقبل. والخبر يكشف كواليس وصفقات الزمالك للموسم الجديد. والخبر يكشف صفقات الأهلي المقبلة. وأخيرا إلغاء ودية منتخب مصر استعدادا لتنزانيا. اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. استعدادات مكثفه لمارتن يول ولفريق الاهلي للمباراه المقبله امام الانتاج الحربي. كاميرا الخبر رصدت استعدادات النادي الاهلي. نطلع تقرير عشان نشوف اخر استعدادات الاهلي للانتاج الحربي ونرجع نتواصل. في إطار الاستعداد للمباراة المهمة والمرتقبة لأبناء القلعة الحمراء أمام الإنتاج الحربي والمقرر لها الثلاثاء القادم على استاد برج العرب، وذلك في الأسبوع 29 من عمر الدوري العام، فضل مارتن يول المدير الفني للأهلي خوض الميران في حمام السباحة عوضا عن الميران بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد. وأجرى مارتن يول تقسيمة بين اللاعبين في حمام السباحة، وقام هو بدور الحكم في إطار من الألفة والمرح بين اللاعبين للتخلص من الإجهاد البدني والذهني، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لخوض مباراة كرة الماء. يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء ضمن الجولة 29، وغاب عن الميران سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بسبب الامتحانات. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على أن الثنائي عماد متعب وأحمد الشيخ جاهزين لخوض مباراة الإنتاج الحربي بعد انتظامهما في ميران الفريق اليوم، وكان متعب قد غاب عن ميران أمس السبت بسبب آلام المعدة، بينما تغيب الشيخ بسبب الامتحانات. في نفس السياق أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن أحمد حجازي مدافع الفريق سوف يخضع لفحص طبي غدا الاثنين لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة الإنتاج الحربي من عدمها، وكان حجازي قد تعرض لثقل في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أسوان. من جانبه أكد الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أنه لا يفكر في الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري مهما تلقى من إغراءات مادية وعروض خارجية للعودة للتدريب في أوروبا،
موضحا أنه ملتزم بتعاقده مع النادي، وأنه يشعر بارتياح في العمل داخل منظومة الأهلي التي تتمتع بقدر كبير من الاحترافية والاحترام المتبادل.